السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في حلقة من حلقات يوميات في عالم الدواجن. قناة الغرض منها إن احنا نعلم الناس ازاي إنها تربي الفراخ بأنواع إن شاء الله. حضراتكم كده بصوا على الفيديو اللي قدامكم ده، شايفين فيه ايه كده؟ ايه اللي انتم ملاحظينه في الفيديو اللي قدامنا ده حاليا كده؟ الفراخ دي عمر 9 أيام، 9 أيام فراخ عمر 9 أيام. تمام. بص الفراخ كده، الفرخ رافع جناحاته فوق. تمام كده. بيلحلح، بيفتح بقه وهو بيتنفس، مش بتنفس بسهولة. عمر 9 أيام. بس عشان الناس اللي احنا بنبقى نقول لها في الأعمار ديت عمر 7 أيام، 8 أيام، 9، 10 لحد ال12 يوم، نبدأ نقول له هوي ما تخافش على الفراخ، يقولك لا ازاي، ده فرخ لسه صغير، ده مش عارف ايه. احنا قلنا قبل كده ان احنا ملناش دعوة بعمر الفرخ، احنا لنا دعوة بالدفع. تمام. احنا بنستقبل الفراخ على درجة حرارة 32 33 في الأسبوع الأول. الأسبوع التاني بنبدأ إن احنا ننزل درجة الحرارة درجتين، بتبقى بنثبتها على 30. الفراخ دي كانت درجة الحرارة بتاعتها عاملة 34 35. 34 35 يعني زي ما انتوا شايفين الفراخ مش مستحملة أصلا، مش مستحملة الدفى الزيادة بتاعها ده. الحرارة عندها عالية، فرخ رافع جناحاته، بيلحلح، بتنفس بصعوبة، حركته بصعوبة. كل ده بسبب ان الجو عندك حر زيادة عن اللزوم. ما اجي اقول لك هو ما تقلقش، لا هو نفس للفرخ. انت اللي يهمك ميزان الحرارة اللي عندك، وحتى لو ما فيش ميزان حرارة انت بتدخل وبتحس بالمكان. لو حسيت ان المكان صهد شوية، ماسك حرارة شوية، لا ابدأ هوي وابدأ نفس للفراخ، ابدأ افتح لها ايه التهويات بتاعتها عشان الدنيا معاك تبقى تمام. تمام كده. ده عمر 9 أيام الفراخ بتلحلح اهي. فانت ما يهمكش العمر، اللي يهمك ان درجة الحرارة بتاعتك تكون مظبوطة. الاسبوع التاني درجة الحرارة بتاعتنا بننزلها ل 30. تمام. نبدأ بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم المتابعة بتاعتنا. الفراخ على عمر 8 أيام و9 أيام ببدأ إن أنا بوسع الفراخ شوية على حسب ما أنا شايف الفراخ. زي ما قلنا الفراخ محتاجة وسع، ببدأ أوسع لها شوية. الفرشة بتاعتي بقلبها في بعضها أول بأول. زي ما أنت شايف كده أنا بقلب الفرشة أهو. النشارة زي ما قلنا درجة الحرارة بتبقى عالية، واحنا قلنا أصلا إن العلف بتاعنا ما بنحطش علف بزيادة، احنا بنحط علف بالطاقة. لو لقيت إن العلف قدام الفراخ بقاله مدة، لأ لازم تشيل العلف. تبدأ بقى إن أنت تحط شوية علف قليلين خالص زي ما احنا حطينا كده. شوية علف قليلين بحيث إن الفرخ يبدأ يخلص العلف بتاعه برضه يجوع تاني زي ما قلنا. ولما يجوع نحط علف تاني. ايه تاني؟ ببدأ أحط في العمر ده عمر الثامن والتاسع، يعني احنا اشتغلنا الاستقبال بتاعنا من تاني يوم لحد اليوم الخامس. تمام كده. ده الاستقبال كان من تاني يوم لليوم الخامس. اليوم السادس والسابع ريحنا ميه بيضاء، ما نحطش أي أدوية ولا أي حاجة عادي عشان نفصل الفرخ من الأدوية. اليوم الثامن والتاسع بنشتغل أملاح وفيتامينات. هنحط الأملاح بالنهار، أدي إزازة الفيتامينات أهي، ألف د 3 أهي. تمام. ازازة الفيتامينات دي هتتحط بالليل. اضغط على السقال ال2 لتر الازازة دي، اضغط على السقال 2 لتر. تمام كده. يعني بالسنت هتحط 1 سنت على اللتر مية. بص العلف لانه كان مرفوع من قدام الفراخ كانت جعانة. اول ما حطينا العلف الفراخ ما شاء الله جرت على العلف، اكلت تمام اهي. بعد كده حطينا المية بالدواء، الفراخ جريت على المية بتشرب. تأكد إن حيوية الفراخ عندك كويسة، الحركة بتاعة الفراخ كويسة. تأكد برضو زي ما قلنا كل مرة بص على الفراخ من ورا، كل يوم لازم تبص على الفراخ من ورا من فتحة المخرج بتاعها. شوف هل في إسهالات ولا لأ. طب لو في إسهالات لونها إيه؟ لأن على حسب لون الإسهال أنت بتعرف الفراخ دي مشكلة عندك من الكتمة ولا هي عندها كوكسيديا ولا إيه بالظبط. دي ازازة الاملاح اهي. ازازة الاملاح دي هنحطها بالنهار، هنحط 2 سنتي على لتر مية. 2 سنتي على لتر مية من الاملاح، يبقى انا بحط بالنهار املاح 2 سنتي على لتر مية. وبحط بالليل فيتامينات 1 سنتي على لتر مية. تمام كده. ادي ازازة الاملاح. تمام. وادي ازازة الفيتامينات الالف د 3 اهي. طبعا الشركات كتير. ده برنامج العلاج الوقائي، برنامج العلاج الوقائي. طبعا الشركات كتير، يعني انت ممكن تجيب اي شركات. انا جايب حاجات بسيطة جدا، حاجات خفيفة واسعارها بسيطة، لان الفراخ لسه في العمر الصغير، مش محتاج ان انا احط حاجة ايه عالية عن كده.
يبقى يا جماعة إن شاء الله من عمر 8 أيام 9 أيام أنا ببدأ إن أنا أوسع الفراخ شوية. يعني أنا لو عندي 30 فرخة كنت حاططهم في ربع أوضة زي ما قلنا قبل كده، لا خلاص بقى ربع الأوضة دي ما عادتش تنفع، فببدأ إن أنا أوسع شوية آخد تلت الأوضة بالنسبة للفراخ. تمام. باجي بالنهار اللمبة الحمراء دي لا بطفيها خالص، ما عدتش محتاجة أنا لو حاطط لمبة حمراء عشان تدفي بالليل، لأن قلنا قبل كده إن درجة الحرارة بالليل بتنزل شوية. فأنا لو بحط لمبة حمراء عشان تدفي بالليل أفصل اللمبة الحمراء واخلي اللمبه البيضاء بس بالنهار للاضاءه مش اكتر من كده. طيب لو انا عندي الشباك بتاعي بيدخل شمس شديده والاضاءه بتاعتي عاليه بالنهار، يبقى انا كمان حتى اللمبه البيضاء مش محتاجه. حتى اللمبه البيضاء بتاعتي مش هحتاجها، هتبقى ايه؟ اللمبه الحمراء بتولع مع اللمبه البيضاء من الليل لليل لو درجه الحراره نزلت. لكن لو درجه الحراره حتى بالليل عندي ماسكه 30، مش هعمل حاجة ومش هولع اللمبة الحمراء، هتبقى اللمبة البيضاء بس للدفء. تمام. يبقى هوسع شوية، دي حاجة. الحاجة التانية الإضاءة، احنا محتاجين اللمبة البيضاء بس بالنهار، مش محتاجين دفا خالص، مش محتاجين لمبة حمراء. اللمبة الحمراء بالليل لو احتاجناها. طيب انا كده كده ههوي خلاص. احنا قلنا قبل كده احنا مش هنتكلم عن التهوية في الاستقبال حاليا، لا خلاص لازم تهوية، لأن درجة الحرارة بالنهار 35 34 33، انا محتاج 30 واقل، اقل من 30 كمان. بالنهار انا مش هقدر ان انا اتحكم فيها ان انا انزل درجه حراره. انت بتربي في البيت، مش هقول لك لا شغل لي شفاطات بقى وخلايا تبريد وبتاع، لا خلاص كل اللي انا محتاجه اني افتح الشباك اهوي. تمام. واطول مده اطول مده رفع العلف شويه. يعني انا كنت برفع العلف بالطاقه بحيث ان الفرخ ياكل واشيل العلف من قدامه، او اصبر عليه شويه يجوع وارجع انزل علف تاني، ياكل واصبر عليه شويه يجوع وارجع انزل علف تاني. تمام. لا، في الحر اللي جاي علينا ده، لا انا بعد كده الفرخ هياكل معايا الصبح، من الصبح لحد الظهر. في العمر ده عمر 8 ايام 9 ايام هشيل العلف من الظهر للعصر ساعتين 3 بس، مش اكتر من كده. 3 ساعات من الظهر للعصر، اجي العصر انزل العلف بتاعي تاني. كده هبقى انا عملت ايه؟ انا اي نعم ما نزلتش درجة الحرارة بتاعتي لل30، بس على الاقل شيلت الحاجات اللي ممكن تهبط معايا الفرخ اكتر. الاكل بيهبط الفرخ، مع الحرارة الزيادة ممكن تلاقي فراخ عندك بتموت حتى في العمر الصغير ده. حتى في العمر الصغير هتلاقي الفراخ. وحتى لو ما ماتتش، انت لما بتسيب العلف مع حرارة الجو العالية ديت بتقلل مناعة الطير، فيبدأ المرض يمسك فيه. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية بحط مية فترة ساقعة شوية. مش عاوزين المية، يعني بنشغل موتور ونجيبها من الحنفية، مش عاوزين المية تتساب قدام الفراخ سخنة. يعني أنا لو كنت بحط المية بتاعتي من الصبح ما بغيرهاش إلا آخر النهار، لا ما عادش ينفع. بعد كده هحط المية بتاعتي الصبح، أجي الظهر أغيرها، هرجع انزلها تاني على ايه؟ على العصر او على اخر النهار. تمام كده. بغير الميه بتاعتي بتاعت طول النهار دي، غيرها على مرتين ثلاثه في اليوم. حتى لو انا بحط علاج، يعني انا لسه قايل لك الوقت انت هتحط سنتي على لتر ميه طول النهار، انا مش شرط ان انا املى السقايه يعني، لا انا ممكن املى نص السقايه واحط نص كميه الدواء. السقايه لو 4 لتر هتاخد معاها 4 سم، لا انا املاها وتبقى 2 لتر واحط 2 سم بس، عشان اغير الميه بتاعتي بالنهار طول الصيف كده. طول الصيف لازم اغير الميه بالنهار مره واثنين وثلاثه، عشان هي الميه دي اللي بتظبط معاك الطير. حط في اعتقادك دايما الطير مش زي البني ادم. الطير ما عندوش خلايا، ما عندوش مسامات ان هو يخرج العرق، يعني ما بيعرقش. فالسخونيه اللي في جسم الطير بتفضل فيه. حتى انت ممكن تمسك الفرخه في الحر تحت الجناح بتاعها كده هتلاقيها مولعه. تمام. فالميه الساعه اللي انت بتشربها لها دي هي اللي بتعادل معاها الحراره، هي اللي بتخفض لك حراره جسمها. تمام كده. يبقى طول النهار بغير الميه بميه ساقعه اكتر من مره. بالليل بحط الميه بتاعتي عادي، ما فيش عندي مشكله. إن شاء الله بداية من بكرة اللي هو العاشر المفروض إن إحنا هنحط جرعة كوكسيديا. طبعا الناس بتبدأ في ناس كتير تقول لك لا أنا ما بحبش أمشي على علاج الكلام ده. جرعة الكوكسيديا قلناها قبل كده، العلاجات اللي بنقول عليها علاجات بسيطة جدا عشان الطير يبقى معاك كويس، عشان يبقى طعمه حلو، حتى الأكل البيت يبقى طعمه كويس، مش أدوية مضرة ولا حاجة. لا لا مش الكلام ده. المزارع بتحط أدوية كتيرة جدا، ما فيش يوم بيعدي أنا بأدوية. وبتحط حقن، الحاجات دي مش عندك بتحقن حقن مرتين ثلاثة في الدورة، انت ما بتعملش الكلام ده. احنا بنحط حاجة بس تنشط معانا الطير يفضل ماشي معانا كويس. جرعة الكوكسيديا عشان في بكتيريا اسمها كوكسيديا بتيجي بتاكل معانا الطير وتبهدله. تمام. الفيديو الجاي ان شاء الله هتتأكدوا من الكلام ده. الفيديو الجاي هتشوفوا الكوكسيديا لما بتيجي للطير بتبقى عاملة ازاي، و... ولو انت ما حطيتش العلاج هتبقى الدنيا عامله ازاي مع الفراخ. هتلاقي فيها مشاكل طبعا، هتلاقي الوزن قل، هتلاقي في فراخ ممكن تموت، الكلام ده كله.
احنا وزننا الفراخ اهو، عمر 10 ايام النهارده. وزننا الفراخ، ادي الموازين. الفرخ الصغير عندي اصغر فرخه خالص 240 جرام، 230 240 جرام، ده اصغر فرخ في الفراخ. تمام كده. ادي فرخ تاني اهو 275، فرخ تاني 270 275. وده 260، يبقى كده المتوسط ب 275 برضه، يبقى كده المتوسط بتاعنا عامل 275. متوسط الفراخ عامل 275. تمام. وادي فرخة، هنجيب فرخة كمان اهو، دي فرخة كمان. تمام، عامل كام؟ 200، 285 كمان اهو، 285. تمام. يبقى على 10 ايام الفراخ متوسطها عامل 275. الكلام ده انا لا حطيت خلطات اللي الناس بتعملها ديت، ما حطيتش حتى الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها الخماير، ما حطيتش اي حاجه. ده بس بالاستقبال الكويس، انك بتدفي الفراخ كويس، ظابط جوك. درجه الحراره استقبالها اول اسبوع 33 32، الاسبوع الثاني بدايه من اليوم السابع والثامن بنبدا درجه حراره نازله درجتين، تبقى 30 بالليل زي بالنهار. ظبط فرشتك، قلب الفرشه، العلف لازم تجوع وتاكل، تجوع وتاكل. امشي بالنظام ده. ما شاء الله الفراخ مدية معانا 280 جرام و275 متوسط، عمر 10 أيام، من غير أي حاجة، من غير هرمونات، من غير ما تحط أي حاجة. تمام، من غير ما تعمل خلطات لزيادة الوزن ولا أي حاجة من الكلام ده. الفيديو الجاي إن شاء الله هشوفكم بقى. الفيديو الجاي نتكلم على الفراخ بداية من عمر 10 أيام، ونتكلم ال5 أيام اللي بعد كده من 10 ل15 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.